يقول كان ذاك اليوم يوم جمعة في 20 بداية العشر الأواخر من رمضان، الكلام هذا ظهر قبل 12 سنة. يقول وأنا جاي في هاك الشارع الساعة 10:30 يوم الجمعة بداية العشر الأواخر من رمضان، يقول والقى هاك الشايب وزوجته ومعهم 3 و4 أشناط من المغرب، واضح من لبسهم من المغرب. يقول وقفت عنهم أشروا لي ممكن تودينا؟ قلت أوديكم. يوم حملوا عفشهم قلت وين أوديكم؟ قالوا دور لنا شقة مناسبة للمبلغ اللي معنا. احنا بنقعد 10 أيام، قعدنا 20 يوم في مكة و10 أيام نقعدها في المدينة. هال10 أيام هذه بندفع كل يوم 100 ريال قيمة الغرفة اللي احنا بناخذها، ما عندنا أكثر من هذه الميزانية. قلت يا وين ب100 ريال يعني غالي، لكن ممكن نلقى سكن بعيد. قالوا في أي مكان. يقول وجلس أدور أنا وياهم، كل ما نزلوا مع العمال اللي ماسكين الشقق هذه 200 ريال 180، ما حد نزل لهم 100 ريال. يقول أنا ما عندي إمكانية مادية، ظروفي يعني مصلحة. يقول لين لقيت ذاك العمارة البعيدة ولقيت فيها هندي قاعد على الكرسي. يقول وجي قلت في شقق عندك؟ قال إيه في عندي غرفة وصالة أو غرفة الله يعزكم دورة مياه. قالوا هذا اللي نبغاه. بكم؟ قال ب100 ريال. يوم قال ب100 ريال قالوا هذه احنا نبيها. يقول وأنا أنزلهم وينزلون عفشهم ويتوضون ويتجددون ويخلصون أمورهم. قلت يلا بوديكم الحرم. يقول يوم وصلتهم الحرم على دخول الشيخ الإمام، لأن كان قلت لكم يوم جمعة، وأنا أنزلهم قالوا كم حسابك؟ قلت والله ما تعطوني شيء، أنا أخذها أجر هذا. يقول مع إني والله قعدت معهم أكثر من 3 ساعات بس أتعبوني. رحت أنا وقفت سيارتي في المواقف. انتهت صلاة الجمعة، جاء يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين من يوم الجمعة يوم الاثنين. يقول أنا نفس الوضع، أمر على الحرم إن كان أحد يبي يوصله ولا. كان ذاك اليوم عقب صلاة عشاء، الناس طالعة من الحرم تبي تروح شققها. يقول أنا يوم جيت وأشوف خوي المغربي اللي أنا وديته للغرفة أشوفه بعيد، قلت بوخر عنه خاف بعد يوديني مكان ثاني ولا يتعبني. يقول له يصارخ علي تكفى وقف وقف. يقول يصارخ ويركض علي ركض. يقول يوم وصلني يقول هو الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر. يقول أنا الحين تغير، وش فيك؟ قالوا أتذكر الغرفة التي أنت سكنتنا فيها؟ قال ودنا لها. ليش؟ قالوا أصلا من يوم جبتنا احنا ما عرفنا عنوان ولا قدرنا نرجع، لنا 3 أيام في الحرم ناكل على حساب المسلمين. يقول لا أخذنا عنوان ولا أخذنا رقم تلفون ولا دلينا الشقة. والله اني ادعي باخلاص عملي ان الله يقول مو ملقيني الا انت ولا غيره، ما راح القى شقتي هذه فيها جوازاتي وفيها فلوسي وفيها ملابسي انا وزوجتي. والله نحن قاعدين على المحسنين هنا كلنا يعطينا اكلنا وشربنا ونروح الله يعزكم دورات المياه حقت الحرم ونرجع. فيقول والله من بين مئات الالاف بس انا اذكر سيارتك واذكر شكلها، يوم شفتك ركضت لك. تذكر الغرفه؟ قلت لي اذكرها، ليش ما اذكرها؟ يقول واركبهم. يقول والله انهم متباشرين كان ما شاء الله تبارك كان اكبر مفاجاه جايت الناس. واركبهم معي. يقول اروح لين جيت عند الهندي، ولا الهندي زعلان اللي في الغرفه هذا، انا ابغى اطلع شنطه برا انا ما ادري ايش. انا يقول ظنيت انهم بس حجوا علي الغرفه ولا اعطوني فلوس اللي حق يوم واحد. قلت يا ابن الحلال هذول ما طلعوا عنوان وقعدوا في الحرم واخذوا الكرت وانت ما اعطيتهم. فكانت الوقت يقول فوالله يوم رجعتهم ان فيهم فرحه ما يعلم فيها الا الله. فسبحان الله يقول المغربي للرجل والله اني ادعي ربي قاعد في الروضه الشريفه ان الله يلقيني السواق اللي وصلني، لان ماني مستدل على غرفتي الا بالسواق. فهذه من القصص اللي نقول من فضل الدعاء فيها سبحان الله، يعني حتى الدعاء يقولون انها في اصلاح الله يعزكم من عليك. لا تستهينوا بالدعاء لصلاح ابنائكم، صلاح اخوانكم، صلاح عائلتكم. الدعاء يا اخوان امر عظيم. اول ما ينزل الابتلاء اتجه الى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه لاي مخلوق، واشكر الله واحمده على هذا الامر ثم نطلبه باللي تريد. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه وجزاكم الله عني كل خير. الله يسعدك ابو عبد العزيز ويبارك